وليد عمل حاجه اسمها، هو اولا حاسس بنبض الشارع يا مهيب. عمل حسن شحاته بالظبط. ليه؟ لان هو حاسس الجمهور عايز ايه، اللعيب عايز ايه، لان هو راجل مغربي، فهو حلقه الوصل بين اللعيبه وبين الجماهير. لا رجراجي في نفسه كده حسن شحاته، يعني تحس ان هو في نفسه، طبعا هو اصغر سنا لكن تحسه كده في نفسه ان رجراجي حسن شحاته. ما دي بقول لك، حقيقة. ما هي دي حاجه من ضمن الحاجات يعني اللي تحسب لفوز الاقجع، ان انت خدت قرار زي ده ازاي. ده احنا عندنا جينا ناخد قرار بين حسن شحاته وحسام البركه حسن. ايه، البركه ايه. اه اه جينا ناخد قرار. وليد رجراجي. دي والدته. دي والده وليد. في المدرجات، وادي والده اشرف حكيمي ووالده يوسف بوفال. طب وانت عايز تخسر؟ يعني كل الامهات موجوده وبيدعوا، وعايز تخسر ولا ايه؟ لا انا بتمنى من لاعبتنا تتعلم. لا مش لعبتنا، لا بص ما تجيبش اللوم على اللعيبه. مش بقول لعيبه، انا بس بتكلم في جزئيه مش في حاجه كبيره. تواضع. يعني لازم في لعيبه جميله جدا، لكن تواضع اكتر. اهتم بوالدتك اكتر، اهتم بوالدك اكتر، اهتم باسرتك اكتر، اهتم بالحاجات ايه. والله ده موجود، انا عارف ان هو موجود. بص انا عارف. ما احنا لو وصلنا، لو كنا رحنا كاس عالم بس مش مع الميكانيكي اللي اسمه كروش، كنا هنعمل اللي بيعمله ده سهل، والمصحف سهل. مش مع مين؟ الميكانيكي. طب خالد طلعت موجود هيزعل. ما احنا قلنا بقى ما مش عاجبه ما يخشش الفقره بتاعته. ده ميكانيكي، يعني هو حتى كمان الفرقه بتاعت ايران فيها لعيبه كوره كويسه، ورغم كده هو حط عليهم. المهم يعني فاحنا عندنا، وعلى فكره المنتخب المغرب طبعا كل التحيه والتقدير، احنا كسبناه قبل في الامم الافريقيه بالميكانيكي. ما بالك بقى لو معاك بقى مهندس، معاك ابن البلد، تكسب. مع احترامنا طبعا الميكانيكي مهنه رائعه. طبعا لا ما الميكانيكي على دماغنا. حاجة لا انا بتكلم مع الميكانيكي، ايه اللي هيشغله مدير فني؟ ما فوق دماغنا في صنعته. ده اسطى، واخد بالك؟ الميكانيكي ده اسطى طبعا. بس انا بتكلم على ايه؟ تحيه لكل يعني جبت واحد مش صنعته، مش صنعته ولا مهنته خالص. في ناس بقى تطلع زي خالد جاي يقول لك ايه السي في بتاعه، انا مالي ومال السي في بتاعه. يعني انت احنا بنتكلم على ما عندناش صاحب قرار. انت قعدنا يعني هم اللي السبب. سيبك بقى من موضوع ان حسام البدري ما يعملش ماتشات. طب انت الاختيارات فين؟ مين اللي جاب حسام البدري؟